كتنفيذ اوامر الانتاج، كتبرمج شكون غادي يدير شنو من وقت وعلى اشنو ماكينه. هنا لوردونونسمون كيحاول انه يحط لي لي كوموند دو برودكسيون اولا لي زوردر دو برودكسيون بواحد الطريقه اللي هي غادي توبتيميزي لي في لي ريسورس ديالي، نكون افيسيون اون تيرم دارجون. اخر مستوى غادي نشوفوه اللي هو لو لونسمون ولا لو سويفي دو لا فابريكاسيون. هنايا في هذه المرحله هذه كنعطيو الانطلاقه للاوامر ديال الانتاج وكنديروا التتبع باش الا وقع شي مشكل بحال عطل تاخير او عيب في الجوده نقدروا ندخلوه سور بلاص ونصحوه. هاد الست المستويات كتضمن واحد التنسيق متكامل ما بين استراتيجيات الشركه والواقع العملي في لاتولي دو برودكسيون. في الجزء اللي جاي من هذا الكور غادي نشوفوا الام ار بي 2 بالتفصيل، ولكن قبل ما ندخلوا لهذا الجانب ديال الحساب خصنا نفهموا مجموعه ديال المفاهيم والكلمات اللي مهمه. شفنا سي بي ان اللي هو واحد الطريقه في التخطيط كتخلينا نعرفوا شحال خصنا من مكون ولا ماده، واش خصنا نصايبوها ولا نشريوها بناء على الاحتياجات الخام والستوك اللي عندنا والاجل اولا لي ديلي ديال لابروفيزيونمون ولا دو برودكسيون. يعني من الضروري نفهموا مزيان من شنو كيتكون المنتوج اللي بغينا نصايبوه قبل ما نبداو نصايبوه. واي منتوج كيتكون من واحد مكون او اكثر ولا من مواد اوليه. ناخذ مثال بسيط اللي هو قنينه الماء ديال 33 سنتيلتر. هاد القنينه كتشمل القنينه خاويه بحد ذاتها بحجم 33 سنتيلتر، ليتيكات اللي لاصقه على القرعه، بي عندي لا كونتيتي ديال الماء ديال 33 سنتيلتر، وعندي الغطاء ديال القرعه. ملي كنركبوا هاد العناصر كاملين كيولي عندي المنتوج النهائي ديالنا واجد باش نبيعوه للزبون. التفكيك ديال المنتوج للاجزاء ديالو كنسميوه نومينكلاتور اولا بالونجلي بيل اوف ماتيريال. بهذا معنى اخر نومينكلاتور هي واحد اللائحه هرميه كتشمل جميع العناصر اللي كنحتاجوهم باش نصاوبوا واحد المنتج النهائي، كتضم المواد الاوليه بحال الماء، المكونات بحال القنينه الخاويه اولا السده، قطع نصف مصنعه ولا الوسيطه، وحتى الكميات اللي خصنا من كل عنصر. مثلا في الحاله ديال القنينه ديال الماء 33 سنتيلتر غادي نحتاجو قنينه خاويه للسعه ديالها 33 سنتيلتر، واحد السده، واحد الاتيكات، وبيان سور الكميه ديال 33 سنتيلتر ديال الماء. هاد النومينكلاتور كتعاون الشركه باش تخطط بدقه الاحتياجات ديالها في المكونات، تتجنب النقص ولا الفائض، كتسمح ليها تطلق لي كوموند ديال الشراء ولا ديال الانتاج على حساب الحاجه ديالها. يعني الفهم ديال هاد النومينكلاتور مهم قبل ما نستعملو الكالكول ديال بوزوان نت باش نخططوا الاحتياجات ديالنا. دابا منين فهمنا شنو هي لا نومينكلاتور، يعني هاد اللائحه المنظمه اللي كتفصل لنا جميع المكونات اللي خصنا باش نصاوبوا واحد المنتوج نهائي، غادي نشوفوا كيفاش نستعملوا هاد المعلومات باش نحددوا الاحتياجات ديال الانتاج. وبالفعل ملي كتكون النومينكلاتور واجده كنفرقوا ما بين جوج الانواع اساسيه الاحتياجات. الاحتياج الاول كنسميوه احتياجات مستقله، هادو اللي كيتحددوا مباشره من عند الزبون بحال المنتجات النهائيه ولا قطع الغيار. الاحتياجات المستقله كنسميهم ان فرونسي لي بوزوان انديبوندون، صافي دير انهم ما كيتعلقوا بحتى شي حاجه اخرى وكيجيونا مباشره من عند الزبون. والنوع الثاني الاحتياجات كنسميوه الاحتياجات التابعه، وهادو كنحسبوهم انطلاقا من المنتوجات النهائيه بفضل التفكيك ديال المكونات على حساب لا نومينكلاتور. دابا غنحاولوا نفهموا شنو هي العناصر الاساسيه اللي كيتكون منها واحد بي دي بي اللي هو فعال اولا ان بلان دو برودكسيون، بلان ديريكتور دو برودكسيون كي افيكاس. اول حاجه خصني نفهم شنو الاحتياجات المستقله اللي كيجيوني اللي كنخططوا ليها بالنسبه للمنتوجات النهائيه. غالبا كيكونوا جايين كما قلنا من توقعات البيع ولا من لي كوموند ديال الكليان، هادو هما اللي كيبدا لي بهم التخطيط. ثاني حاجه خصني نكون كنميتريزيها مزيان هي لا نومينكلاتور ديال البرودوي ديالي. بفضل هاد النومينكلاتور كنقدروا نحسبوا الاحتياجات التابعه دونك لي بوزوان ديبوندون، يعني شحال خصني من كل مكون، شحال خصني من المواد الاوليه ولا ديال القطع الوسيطه. ثالث حاجه اللي خصني نفهمها مزيان هما القواعد ديال التسيير، يعني خصني ناخذ بعين الاعتبار شحال من حاجه مهمه بحال الحجم الادنى الدفعه اللي كنصاوبوا، صافي دير لا كونتيتي مينيموم دو برودكسيون، يعني شحال خصني المينيموم نلونسي في لا برودكسيون ديالي باش نكون رونطابل. ثاني حاجه ستوك دو سيكوريتي، يعني ستوك ديال الامان وعدد المرات اللي كنطلقوا فيها الانتاج. رابع حاجه خصني نميتريزيها مزيان هي الاجال ديال التوصيل ولا ديال التصنيع، حيت كل مكون عنده ديلي باش يوصل ولا باش نصايبوه حنا. هاد الاجال خلينا نعرفوا امتى خصنا نطلقوا
لي كوميسيون ديالنا ولا لي زوردر دو فابريكاسيون بالعربيه اوامر التصنيع. خامس حاجه خصني نميتريزيها هو الستوك اللي عندي دابا ولا اللي خدامين عليه. في الاخير خصنا نشوفوا الستوك المتوفر في بدايه الفتره والكوميسيونات اللي راها جاي ديجا مطلوقين عندنا باش ما نعاودوش نشريو ولا نصاوبوا نفس الحاجه. وبخلاصه القول هي ان البي دي بي هو واحد الاداه محوريه في التخطيط كتحول بها طلب السوق لخطه واقعيه مبنيه على بنيه المنتوج او لا نومنكلاتور، قيود ديال الانتاج لي كونترانت دو برودكسيون اي لي ريسورس ديسپونيبل اللي هما الموارد المتاحه. في السلايد الجاي غادي نتعلموا كيفاش نقراو واحد الام ار بي، نفهموا كيفاش كل سطر كيتاثر بالسطر الاخر وشنو الدور ديال كل معلومه. هاد لو سلايد غادي نحاولوا نفهموا كيفاش نقراو ان ام ار بي 2 اللي كيكون غالبا على شكل جدول فيه جوج المحاور. المحور الافقي اللي هو لي كولون كيمثل الوقت بحال الاسابيع، والمحور العمودي كيمثل لي ستوك والاحتياجات. الاحتياجات اللي غادي نلقى عندي هو الاحتياج الخام اولا لو بوزوان بروت اللي هو الطلب ديال الكليان، يعني الكميه اللي خصنا ننتجو كل اسبوع. مثلا في الجدول كيكون مكتوب شحال خصنا من منتوج كل اسبوع من الاسبوع الاول حتى الاسبوع الرابع. ثاني حاجه لو ستوك ديسپونيبل، يعني ستوك المتوفر عندي هو شحال بقى عندنا في المخزون بعد اخر حساب ديال ام ار بي 2 داروا لو سيستم. ثالث حاجه لي ريسيبسيون اولا الاستقبالات اللي هما الكميات اللي جايه في الطريق من عند لي فورنيسور ولا اللي في طور التصنيع. ورابع حاجه الاحتياج الصافي اولا لو بوزوان نت، ولو بوزوان نت كنحسبو لو فورمول باش كنحسب بها لو بوزوان نت هي لو بوزوان نت est égal le besoin brut moins le stock disponible. يعني كنشد لو بوزوان بروت اللي هو الاحتياج الخام وكنقص منه شحال لو ستوك اللي عندي ديسپونيبل وكنقص منه حتى لي ريسيبسيون اللي عندي في الطريق اولا لو ستوك ديال لي زونكو. الا حسبت وطلع عندي الاحتياج الصافي اكثر من زيرو اكبر من صفر يعني خصني نبرمج واحد لا كوموند ديال الشراء ولا ديال التصنيع. بمعنى الام ار بي كيعاونك تعرف شنو خصك شحال خصك وفاش من وقت محتاجو باش تضمن الانتاج يمشي بلا مشاكل ديال النقص ولا الفائض. هاد المثال اللي عندنا في هاد لو سلايد باش نصايب ان برودوي فيني نحتاج واحد الكومبوزون بي، يعني واحد القطعه من خصني باش نفابريكيها خصني ان كومبوزون اللي هو اون بيس ديال لا بيس بي. لو بوزوان بروت ديال في لا سيمين 4 اللي هو 100 اونيتي. سا فو دير انني باش نرياليزي 100 بياسه ديال في لا سيمين 4 خصني 100 بياسه ديال بي. دونك وعندي في ستوك باقي 20 بياسه ديال لو برودوي بي. اون كوموند ديال 30 اونيتي ديال برودوي بي ديجا عندي ملونسيا وغادي توجد لي في لا سيمين 3 اي لو ديلي دابروفيزيونمون يعني باش نوجد لو برودوي بي باش نقدر نوجد لو بروميي عندي لو ديلي ديال اون سيمين وما عندي ستوك دو سيكوريتي. دونك في هاد ليكزامبل هذا دونك الا كان عندنا واحد الوحده من كتحتاج واحد الوحده من بي والطلب على هو 100 وحده، هاد الحاله الاحتياج الخام ديال بي هو 100 والكميه المتوفره كما قلنا في البدايه ديال الحساب ديالنا هي 20 وعندي 30 اللي هي ديجا في التصنيع. يعني المجموع اللي عندي متوفر هو 20 زائد 30. دونك هما هذا 20 زائد 30 20 زائد 30 والاحتياج الصافي اولا لو بوزوان نت عندي كما قلنا هو لو بوزوان بروت موان لو ستوك ديسپونيبل موان لي ريسيبسيون. دونك لو بوزوان بروت موان لو ستوك ديسپونيبل اللي هو 20 موان لا ريسيبسيون اللي هي 30. دونك غادي يكون عندي لو بوزوان نت هو 50. هاد 50 هادي خصني نلونسيها اون سيمين قبل لو بوزوان ديال لو برودوي باش نقدر نرياليزيه. دونك باش نسدو الطلب ديال الاسبوع 4 خصنا نطلقوا الطلبيه ديالنا في الاسبوع الثالث. وبالتالي كما شفنا غادي يكون خصني نلونسي اون كوموند ديال 50 بياسه ديال لو برودوي بي في لا سيمين 3 باش توجد لي في لا سيمين 4. دابا هاد ا بارتير من هاد لو مومون هذا vous êtes capable normalement de faire un exercice simple ديال ام ار بي. دونك عندنا واحد ليكزارسيس ولا واحد لاكتيفيتي براتيك اللي خص تكملوا فيها واحد الجدول ديال الام ار بي باش تحاولوا تشوفوا راسكم واش فهمتوا هادشي اللي حنايا شفناه في هاد لو موديول هذا ولا لا. وبطبيعه الحال في النهايه كما في النهايه ديال كل موديول غيكون عندنا واحد الكويز اللي هو فينال فيه 5 ديال لي كاستيون سامبل باش نشوف راسي واش فهمت لي نوسيون تيوريك ديال هاد لو موديول هذا.
وكملخص صغير لداكشي اللي شفناه في هذا لو موديول، الام ار بي كما قلنا كيحول لنا التوقعات ولا لي بروفيزيون الاحتياجات ديال المكونات، وكيعاوننا باش نتجنبوا النقص ولا الفائض، دونك لي رابتور ولا لي سور ستوك. هو واحد الاداه مهمه بزاف التخطيط ديال الانتاج. هنا كنكون وصلنا لنهايه هذا لو موديول هذا، وان شاء الله نشوفوا في الشابيتر سويفون.